المشاهدين الكرام، الأستاذ محمد صالح حيدر هو صحفي وروائي إريتري شهير. خلال الصيف الماضي أصدر روايته الأولى ما وراء الأمل. الأستاذ محمد صالح حيدر هو غني عن التعريف، فلنبدأ بمسيرته التعليمية. مدرسة أدنقرار في معسكر اللاجئين بسمسم، المرحلة الإعدادية مدرسة قلعة النحل، المتوسطة بنين، المرحلة الثانوية الصف الأول والثاني أكاديمية القضارف الجديدة. الشهادة السنوية سكنة 7 أبريل في قريان ليبيا. المرحلة الجامعية كلية الآداب والتربية في جامعة قار يونس ليبيا. العمل عمل معلما في معهد المعلمات بالعوينات أوباري. في إطار العودة الطوعية عاد إلى أرض الوطن وعمل لأشهر في المعهد الديني الإسلامي بمدينة قندع، وبعد ذلك التحق بوزارة الإعلام قسم الصحافة صحيفة إريتريا الحديثة من عام 1999 حتى عام 2012. حصل على دورة تأهيلية نظمه اتحاد الصحفيين الأفارقة في مجال الاتصال الجماهيري عام 2003 القاهرة. حصل على دورة تدريبية في الإذاعة 2009 القاهرة. غادر البلاد في يونيو من 2012 إلى السودان، ثم استقر به الحال والمطاف في السويد ضمن برنامج إعادة التوطين. هذه سيرة مختصرة لأستاذنا وصديقنا الصحفي والروائي الإريتري محمد صالح حيدر. أستاذ حيدر، مساء الخير. مساء النور عليك أستاذ. هل هنالك من إضافة أو ما كلمة تريد أن تقولها للمشاهدين في هذه الإطلالة الأولى لك في قناة وكالة أنباء القرن الأفريقي؟ مرة أخرى أحيي وكالة أنباء القرن الأفريقي وأحيي العاملين، الكادر العامل فيها. ويعني إذا كان هناك مدخل أحب أدخل به في هذا اللقاء، يعني أحب أعرف أنه أنا مجرد إنسان بسيط أنحدر من عائلة بدوية. لا تستبعد أخي أبو بكر، إذا كان لقيتني أنا ما أقدر أفرق بين الرصيف والشارع بتاعت العربات. يمكن أمشي في نفس الشارع، إذا كان السيارة عملت لي كليكس عشان أغير يمكن بنزعج من الحركة هذه، بعتبر إن فيها نوع من الإقصاء بالنسبة لي وكذا. ثانيا يعني أنا يعني هو من نفس البيئة. إذا كان القطار يشق اللي هو بهديره يقطع أوصال السفوح، أقوم أجري من القطار ذاك لأنه أفتكره جاي يفتش عني أصلا. فهذا يدل على أنه أنا إنسان يعني بسيط جدا. مطالبي في الحياة هذه حاجة بسيطة كذلك. يعني ما عندي الحاجة اللي أنا مثلا يعني يسد فيها الأبواب أمامي، يعني أمام المطالب هذه البساطة. يعني الواحد المفروض يعيش في قريته هذه بكل استقرار وأمان، يمارس في مزرعة، يوسع في مزرعة والده أو جده وكذا. يعني هذه هي المطالب البسيطة. فبالتالي يعني أنا هذا الإنسان وأنا أنحدر من هذه البيئة. أهلا وسهلا بك أستاذ حيدر على هذه المقدمة الرائعة. الإبداع ليس له علاقة بالبيئة التي يعيش فيها الإنسان المبدع، وإن كان سيكون له تأثيراتها على عمله الإبداعي وكتاباته. فابن الريف في كل أنحاء العالم دائما تجدهم هم مبدعين وكتاب ومشاهير، لأنه هنالك الرغبة في العمل، الرغبة في الإبداع، البيئة الصافية التي ينبع منها أحاسيسه ومشاعره ومواهبه وإبداعاته ومشاهداته أيضا. شكرا لك على هذه المقدمة. عايزين نعرف الدوافع والعوامل التي دفعتك إلى كتابة رواية ما وراء الأمل. شكرا. بالنسبة للدوافع،
وراء هذا العمل وهذه هي الرواية. يعني هو بصراحة تقدر تقول تاريخ طويل ومسيرة، يعني ممكن ترجعني لسنين بعيدة جدا. كان الحلم فيها يراودني بتقديم عمل ما، آه، أو توثيق يعني مظهر من مظاهر الحياة اللي أنا عشتها يمكن في مقتبل العمر. فكانت هناك اللي هو يعني حصلت معاناة، وهذه المعاناة كانت مغيبة تماما عن أي حضور. فمعاناة أنا أعرفها وعشتها وأنا طفل، فهذه المعاناة دائما كانت بالنسبة لي دافع أو حافز، يعني كانت تنتظر اللحظة، لحظة الميلاد بتاعتها. فأعتقد أنه وجدت فرصة أقدر أجسد فيها ولو قليل مما كنت أحب أقدمه في هذا الاتجاه. يعني الآن إذا كان، وهذه هي عبارة عن رواية ما وراء الأمل، هي بالنسبة لي تعتبر قصة تحكي عن واقع لاجئ إريتري عاش حياة استثنائية. يمكن كل من مر على هذه الرواية أنا متأكد سيجد في جوانبها نفسه في كثير من المنعطفات. يعني تصور، هي يعني بالتالي أنا حاولت أقدم هذا العمل من خلال عمل روائي. حاولت أرجع فيه لسنين بعيدة، تبدأ بقصة الشتاء، يوم شتوي هنا في السويد. الولد بيسأل الوالد عن هذه البيئة الغريبة، فالوالد بيعتذر عن هذا الواقع اللي بدأ الابن من غير ما يكون له أي ذنب، بدأ أقحم فيها. فيعود به إلى بعد ما يعتزل ويحاول يقول له أتمنى أنك ما تكون في نفس الموقف بتاعي هذا مع ابنك، عشان ما نكون قصصنا كلها في الرف مرفوعة في الرف. فبالتالي بيرجع لقرية في سبعينيات القرن الماضي أو في نهاية الستينيات، لما الاستعمار الإثيوبي أو الممثل في الإمبراطور السيء السيت هيلو سلاسي استل سيف الإبادة على الشعب الإريتري في ظل غياب تام عن الضمير العالمي اللي يمكن يستحل المسألة هذه لعدة اعتبارات، يمكن بناء على مصالح. فبالتالي أنا بتذكر قرية كنا فيها وأنا طفل داحية من ضواحي مدينة قنداع. هذه هي المرحلة الأولى. الناس يعني بعد ما أبيدت قرية جنبنا، الوالد يقرر والجميع في القرية كلهم يستعدوا يحزموا الأمتعة ويمشوا. بالتالي حاولت أجسد هذه القصة لابني، أو الأول الراوي اللي هو ناصر يحكي القصة هذه لولده. فبيقول له، بيحكي له كل التفاصيل، إنه كيف الواحد يتمسك بالأرض هناك، الجد والحبوبة يحاولوا يوصوا إن هذه الأرض هي أرضكم ولا يمكن تخلوها، نحن هنا باقون. بهذه الوصية يهاجر. بعد كده يجي المرحلة الثانية في معسكر اللجوء هناك في منطقة ود الشريفي. وما أدراك ما الشريفي. السودان صحيح يعني بيئة وملاذ كان آمن بالنسبة لنا، لكن اللاجئ السوداني، اللاجئ الأريتري عفوا، عانى فيها معاناة يعني يمكن أنا ما أقدر، ما عندي أسلوب عشان أكرس المعاناة هذه صراحة. يعني الناس يعني تصور أخي أبو بكر، الناس يعني بيعيشوا هنا مواكب من الجنائز، وفانوس يبيت في المقابر هناك على طول. يعني هذه الظاهرة كانت تتم، والشعب الأردني في غياب تام عن أي خدمات صحية ممكن تقدم في هذا المجال. بعد كده يعني المرحلة الثانية في منطقة اسمها الرهد. في الرهد برضو بيقضوا فترة. والمرحلة الثالثة مرحلة الاستقرار في منطقة سمسم في قرية اسمها دهيمة. هناك استقر به المطاف، وبالتالي يعني نشأ وترعرع في تلك البيئة. وهناك يوصف برضو المعاناة والفيضانات اللي كانت تجري في الأمتعة اللي هي الناس تنتفع فيها ببساطتها. يجي فيضان يجري، الحمد لله ما كان يجري في الناس، لكن يعني كانت قصة صراحة ما فيها أي نوع من المبالغة والخيال، لأنه أنا حاولت
أكون يعني دقيق جدا في حاجات كثيرة، لدرجة تصور يعني فيها الحقيقة أنه في بعض الناس طلعوا على الرواية على طول يتواصلوا معاه، يعني لأنه وجدوا فيها نفسهم على طول في هذه الأشياء، لأن كلنا مفردات عشناها، يعني تفاصيل يومية دقيقة. بعد كده يعني ناصر تتاح له فرصة للخارج، يحاول يطلع برا ليبيا، هناك المهم ينال نصيبه من التعليم. والمرحلة الأخيرة أو قبل الأخيرة يرجع يعني في اليوم اللي ابتسم فيه الحظ للشعب الأريتري، وافتكر كل إريتري في الغربة وفي الداخل. يعني أنا ما أقدر أصور الفرحة اللي فرح اليوم هذا الشعب الإريتري، واعتقدنا إنه كل الآلام وكل الجراحات انتهت. كان قرار العودة مع العلم بأنه الواحد ما كان يحلم أحلام خرافية، كان يعرف أنه الوطن في حاجة إلى بناء، كان بيعلم أنه الثائر الذي أنجز التحرير عليه أن يستريح، والمسيرة يواصله العائدون. فبالتالي بهذه الروح الناس عادت، وكذلك ناصر يعود. لكن كما تعلم أخي أبو بكر، يعني الواقع اللي اصطدمنا به هناك، يعني سودلت كل الحريات وتكميم الأفواه لدرجة يعني الواحد كان يتخيلها نوع من المبالغة. حتى يعني الواحد إذا كان يصورها للآخر اللي ما عاصر الأحداث هذه، بيتخيلك مجرد إنسان عندك تحفظ على النظام وتحاول تشوه فيه بما بدالك. بهذه الصورة يقدر يفهمها الإنسان اللي ما عاش التجربة هذيك. فبالتالي أن كان هذا الوضع مرير جدا. وناصر ما بيختلف في الحتة هذه عن آخرين، فما قدر يحتمل الحاجات هذه، واتخذ القرار الأضعف، وهو الفرار من ذاك الجحيم. ويعني يجي المطاف ينتهي به إلى معسكر من معسكرات اللاجئين في السودان. أيضا هناك بعض المعاناة يعانيها إلى أن وصل المنطقة بتاعت اللي هو السويد، دولة السويد. وهنا كذلك يعني الواحد ما كان شيء مؤكد، يعني الواحد ما يحلم بأنه خلاص يعني انتهت معاناته. هذه حكاية ثانية يعني. وبالتالي هي دي المراحل اللي أنا اتخذتها في الرواية. هو بالتأكيد أستاذنا حيدر وزميلنا وصديقنا أستاذ حيدر، المعاناة بتاعت الشعب الإريتري امتدت لأجيال وأجيال، وهي كانت عبر مراحل: مرحلة الخمسينيات، مرحلة الاستعمار الإنجليزي، ثم الإيطالي قبله، ثم الاستعمار الأثيوبي، ثم جاءت مرحلة الستينيات والثورة والمجازر الكبرى التي ارتكبت، أكثر من 300 مجزرة مسجلة يحتفظ بها سجل التاريخ الإريتري عن معاناة الإريتريين في اللجوء والهجرة. كما ذكرت أنت، يعني نحن خلال فترة وجودنا في إريتريا والتوثيق والحوارات الهائلة التي كنا نجريها، سنة 1967 شنت القوات الأثيوبية هجمة ليست على الثوار. الهجمة كانت تستهدف الحاضنة الشعبية التي كانت تدعم الثوار في كافة أراضي المحافظات الإريترية، وحتى في المرتفعات، في مناطق مسيام، مناطق عد قيح، مناطق صنعفة، ضواحي مندفرة، القاش، أقليم القاش وأقليم بركة، سنحيت، الساحل، سمهر، جنوب البحر الأحمر. كل هذه المناطق القوات الأثيوبية شنت عليها حملات هائلة جدا. وفي 1967 ما لا يقل، أنا شخص حكى لي وأجريت معه حوارات هاي كبيرة جدا جدا في إريتريا الحديثة، أكد لي أنه أكثر من 100,000 لاجئ إريتري فجأة 1967 هاجروا إلى السودان. ولكن اللجوء إلى السودان ما كان محفوف بنعيم، كانت هجمة شرسة من القوات الأثيوبية، ووصول إلى صحراء السودان، البيئة المختلفة تماما عن البيئة التي جاء منها الإنسان الإريتري، ارتفاع درجات الحرارة، بيئة صحراوية، لا يوجد أي معسكرات
للاجئين، وكانت صحاري أقاموا فيها الإريتريين معسكرات، وبالكاد جاءت إليهم المنظمات الإنسانية لتعينهم على القليل جدا جدا لكي يبقوا على قيد الحياة. طبيعي أنه يبدأ ناصر رحلته من هذه البيئة في كتابة هذه الرواية. ده وضع كلنا وجدنا فيها أنفسنا في هذه الرواية، وهنالك المعاناة التي مر بها الإريتريين في معسكرات اللجوء يجب أن يسخر لها عشرات الكتب، عشرات الروايات، لأنه كانت معاناة حقيقية نادرة جدا جدا في مسيرة اللجوء بالنسبة للشعوب الأخرى. هل ناصر هل ناصر في هذه الرواية فيها خليط بين الواقع الشخصي لك أنت عبر ناصر أستاذ حيدر؟ بكل تأكيد، ولكن قبل أن أجيب على هذا السؤال أريد أعلق هذه المذابح التي أشرت إليها اللي هو كان الغرض منها تجفيف منابع الثورة، واللي شن الحملة هذه هو الإمبراطور سياسيت والذكر هيلي سلاسي. للأسف الشديد بتلقى يعني إنه يقول في الواقع هناك في واقع النظام الحالي يقول لك هيلي سلاسي ما يرتكب أي جريمة في حق الشعب الإريتري، وأكيد أنت عشت التجربة هذه معنا. فأنا بتذكر مرة من المرات كتبت مقال عن المذابح اللي ارتكبها هيلي سلاسي. فالمهم رئيس التحرير في الفترة هذيك قال لي غير صالح للنشر. ليش؟ لأنه في تعليمات صارمة بأن هيلي سلاسي ما ارتكب أي جريمة. إذا كان أنت مصر تنشر لازم تغير أي اسم هيلي سلاسي أي حتة فيها اسم هيلي سلاسي تحولها بمنقسته هيلي ماريام. هذه أكثر الأشياء كانت تؤلمنا صراحة. يعني كيف الواحد يعني والواحد يتكلم عن أهله اللي هو عمه وخاله وأخته يعني، ويقول لك السجل هذا نظيف، الرجل هذا ما ارتكب أي مشكلة في إريتريا. إذا كان أنت مصر تعمل العملية هذه خليها باسم منقسته يعني. فهذه هي الإشكالية. أما رواية ما وراء الأمل حقيقة فيها نفس عميق من شخصي من ذاتي، فلذلك يعني فيها يعني يمكن فيها تفاصيل دقيقة، يمكن فيها كمية كبيرة من التجربة الذاتية. هي عبارة عن سيرة ذاتية باسم ناصر، لكنها هذا الناصر أكيد أنا متأكد يمثل سائر المواطن الأريتري كما أسلفت، ولكن فيها فعلا تقدر تقول هي تجربة ذاتية أو سيرة ذاتية لأدب الشتات يعني مجسدة في واقع. يعني صورة يعني الرواية هي واقعية بصراحة، ما فيها أي فانتازيا ولا فيها نوع من الخيال أبدا، ولا حاولت أستخدم فيها أسلوب الإثارة والتشويق والحاجات المعتادة مثلا الكاتب المفروض يعملها. لأن أنا كنت يعني زي ما تقول أخذت طريق بتاعت توثيق المعلومات بصورة معينة وكذا. أستاذنا حيدر، هو طبعا الواقع اللي أنا أعرفه وأنت تعرفه والكثيرين من الذين يوجدون في خارج إريتريا اليوم والذين لم يمروا بفترة 91 حتى تاريخ اليوم، الواقع المرير اللي يعيش فيه الإنسان الإريتري الكثيرين لا يعرفونه، سواء كان في المدن أو في الأرياف. أستاذ حيدر، يمكن أنا شهادتي فيك مجروحة باعتبار أنه نحن زملاء عمل وأصدقاء، وكنا نعيش الهموم اليومية في أروقة مكاتب صحيفة إريتريا حديثة، ولكن الشهادة يجب أن تقال وأمام الملأ. أستاذ حيدر كان من أكثر الصحفيين كفاءة وقدرة وإمكانية، وكان يطوع الكلمات بسهولة وسلاسة ودسامة لغة رصينة، لغة عربية فصحى قارقة في أعماق القواميس. فمقال يكتبه حيدر من الطابعة مباشرة، البت تكتب مباشرة يمشي للمطبعة كان، ودي شهادة نحن أنا أقولها للملأ باعتبار أنه عشت فترة بتاعت 7 سنوات أنا وأستاذ حيدر كنا في داخل صحيفة إريتريا حديث، أو امتدت ل8 سنوات. والمعاناة التي تتحدث عنها أنت الآن
هي تجربة كبيرة للشعب الإريتري، باعتبار أنه أستاذ حيدر أنا لا أشك في أنه ما في بقعة في إريتريا ما لم يزورها أستاذ حيدر في الأرياف الإريترية في كافة أنحاء إريتريا من خلال الجولات للتغطية الصحفية التي كان يقوم بها أستاذ حيدر. ملاحظاتك في تلك الفترة بشكل موجز، لأنه نحن حنركز في الرواية الآن، ولكي تصل للقارئ بشكلها من حديثك أنت، لكن تلك المرحلة أيضا سنفرد لها ما لها في حلقات أخرى. ولكن ملاحظاتك في تلك الجولات التي كنت تقوم بها أستاذ حيدر. شكرا أستاذ أبو بكر. والله يعني يمكن لدي ملاحظات كثيرة في هذا الاتجاه. يعني مش عارف الواحد حتى كيف يرتبها، فهي مزدحمة. فمن ضمن الأشياء اللي أنا كنت أحاول أتبعها في توخيا للموضوعية وكذا، يعني كنت أبعد من أسلوب المبالغة والتهويل اللي يحاول في النهاية ينقص من شأنك أنت مثلا، يعني ككاتب أو كصحفي. المفروض تعكس الواقع. يعني لا يمكن الواحد يكون صادق مع نفسه بالدرجة الأولى. يعني هل أنت مقتنع فعلا إنه شقوا طريق ترابي من قرية لقرية تعتبره إنجاز مثلا وتهلل وتكبر وكذا؟ هل يعني إذا كان لقيت مدرسة أو عيادة في أي منطقة يعني تضخم المسألة هذه وكأنه إنجاز فوق العادة؟ يعني أنا بعتبر الأشياء هذه أشياء طبيعية جدا، يعني أقل خدمة تقدمها الحكومة لشعبها. فلذلك من هذا الاتجاه أنا كنت بركز على انه اعرف القارئ بالموقع اللي انا زرته وكذا. لكن يعني بصراحه في فوارق بين الاقاليم اكيد يعني. نفرد له يوم كذا احسن، واحد يفرد له مجال اخر في التحدث هذا شيء. نرجع للرواية أستاذ حيدر. رواية ما وراء الأمل، ما هي أفضل الأساليب لديك في الكتابة، باعتبار أنه لديك العمل روائي صدر الآن، وننتظر أعمال أخرى قريبة تعكس واقع الإنسان الإريتري، سواء كان في معسكرات اللاجئين أو يتضمن جولاتك الكبيرة التي كانت في داخل إريتريا ومشاهداتك من خلال قلمك. ما هي أفضل الأساليب التي لديك في الكتابة؟ من ضمن الأساليب المفضلة عندي دائما المصداقية. والمصداقية ما بتتأتى إلا لما الواحد يتحرى الموضوعية بقدر الإمكان. فالآن يعني أنا لما كتبت رواية ما وراء الأمل كما أسلفت كنت بعيد جدا عن أي خيال ومبالغة والغلو في أشياء كده هنا. فدائما الواقعية هي بتقربك من الآخر. فأنا أتبع دائما أسلوب الواقعية اللي هو ما بيتنافى مع الموضوعية في نهاية المطاف. فبالتالي أنا أتحرى نوع من الصدق في هذه الرواية بالذات. فأي إنسان يمكن قرأ أو يقرأ فيما بعد رواية ما وراء الأمل، وإذا كان عاش نفس التجارب هذيك، يعني ما حيتفق معي على كل جملة ممكن مرت عليه في هذا الصدد. فبالمقابل يعني دي أنا بعتبرها عن عمل روائي كان أتمنى يصدر في بلدنا هناك، وبيحب بنفس الصيغة اللي هي طلعت به الآن. ف يعني بركز أنا على الشخصيات، اختار الشخصيات بطريقة محددة. ويمكن في الشخصيات تلتمس، يعني بعض الشخصيات لا تستغرب إذا كان لقيتهم باسمهم الحقيقي. فبالتالي يعني أول شيء تختار الشخصيات، بعد كده عندك يعني ما فيها حبكات، يعني ما فيها زي ما قلت لك. كنت بعيد جدا عن التشويق والإثارات والحاجات هذه، لأن الموضوع ما كان من وضوحه إنه ما بيستحق الإثارة وإن أمسك القارئ وأجذبه وكذا. لكن بتحرى دائما اللغة الرصينة بقدر الإمكان. ما هم يعني يحاول أتعامل مع اللغة والمفردات اللي هي تكون نوعية يعني
استخدمها أنا كمادة لإيصال الرسالة والهدف اللي من أجلها واحد يكتب. فما وراء الأمل هي عبارة عن معاناة وانفراجات، ثم معاناة ثم انفراج فمعاناة، يعني عملية سبحان الله يعني. هذا واقعنا. بالنسبة نعود مرة أخرى باعتبار أنه الرواية تتضمن حوارات ناصر وابنه والبيئة من حوله، شخوص، أشياء يتم استنطاقها، الطبيعة، الصحراء، المعاناة. كيف أنت مثلا في الرواية أنه هنالك تمتاز الرواية دائما وعالمها بتعدد أساليبها ومقدرتها الاستيعابية في إنتاج أساليب جديدة، فتضمن الشعر والقصة والتحليل والتحليلات النفسية والفلسفة إلى آخره. ولكن روايتك تعتبر من المدرسة الواقعية في العمل الروائي، باعتبار أنه تجربتك الشخصية من خلال ناصر ومشاهداتك ومعايناتك والمعاناة التي جسدتها لنا في هذه الرواية. الحوار اللي يتم بين أيضا كيف تعكس لنا ذلك؟ جميل. بالنسبة للحوارات، يعني أول حاجة بداية ناصر وابنه طبعا الحوار بينهم مجرد سؤال أول في اليوم بتاعت اليوم اللي هو شديد التساقط بتاعت الثلج، يسأله يقول له هل تمطر السماء مطرا غير المطر؟ فهنا ناصر يحاول يرد على الأشياء هذه ويعمل استدعاء للذاكرة، يرجع إلى عهد الصبا زي ما قلت لك، إلى قرية ضاحية من ضواحي جندع، وهناك يخوض في حوار مباشرة، يحاول يشكل مجموعة من الناس متأهبين للرحلة، وناصر في النص يعني حايم إنه عازفها من حبوبته ومن جده وكذا، والمسألة دائرة. فهنا وهكذا كل الحوارات اللي أنا اخترتها في الرواية هي تقدر تقول برضو فيها نوع من الواقعية مع جزء من تصرف، طبعا أكيد تصرف الكاتب فيها حاجات، لكن يمكن تتأثر حتى بما تسمعه من قصص وحكايات. والناحية الثانية يعني فيها من الأدب الشعبي، يعني قصة يعني زي ما تقول ناس كانوا بيعيشوا كان ما كان في قديم الزمان وكذا. فحتى قصص زي هذه مدرجة، بالإضافة إلى أنه حاولت أضمن الرواية نوع من الخصوصية، فاستخدمت فيها بعض الكلمات من اللهجات أو اللغات، إذا إن شئت تسميها الإريترية. فمثلا يعني بالساهو بدخل عبارة، بعد شوية يجي موقف تخش لعبة شعر أو أغنية بتاعت تيجري، وهكذا. يعني كانت الرواية فيها نوع من الخصوصية باستخدام أشياء كده من الواقع المعاش. هو طبعا بحكم البيئة اللي أنت تربيت فيها، ضواحي مدينة جندع الجميلة. جندع دائما من المدن الإريترية اللي فيها خليط من السكان، خليط من اللغات، خليط من الثقافات، التراث الكبير الذي يتمتع به الشعب الإريتري. اللغات الإريترية المحلية، التساهو، التجري، التجرينيا، بالإضافة للغة العربية، بالإضافة إلى بعد اللغة العفرية، والخليط الجميل الموجود في تلك المنطقة قد ينعكس بشكل إيجابي على عملك الروائي. كيف جسدت ذلك في خلال الرواية؟ بكل تأكيد، يعني زي ما قلت لك، يعني مدينة جندع كما أسلفت هي عبارة عن مجتمع متجانس، يعني متفق على عقد اجتماعي للتعايش السلمي بشكل يعني الواحد يعني بيستغرب فيه. إذا أنت في مدينة جندع تتكلم ساهو، معناها اللي حواليك كلهم يفهموا. تكلمت تجري نفس الطريقة، تكلمت تجريني عربي، يعني 4 لغات بتمشي فيها بطريقة سلسة جدا من غير أي تحفظ. في المقابل عندك مناطق في إريتريا يعني باستثناء مدن كرن وانت نازل لحد حدود السودان، هذه مناطق فعلا بيئات يعني تقدر تقول عليها منفتحة على كل شيء.
لكن عندك بيئات ثانية في المرتفعات في لغة محددة، إذا كان أنت حاولت تتحدث عنها إلا تجيب لك مترجم وكذا. فبالتالي يعني مدينة أنا استخدمت بتأثير من هذا الواقع باعتبارها رواية بتحكي يعني جندع وحواليها. زي ما قلت لك أنا حاولت أضمن بعض العبارات حتى تتأكد هذه الرواية فعلا نصا وروحا عندها ارتباط وثيق بجندع وأهل جندع. طيب أستاذ حيدر، تمثل الرواية أو كتابة الحوار تحديا حقيقيا للكاتب في الرواية، فهي ترتبط بجملة الخيارات الفنية بالغة الدقة التي يجد الكاتب نفسه مضطرا للمفاضلة بينها عن طريق المحاولة والخطأ فيما يشبه العمل المخبري التجريبي الذي يستغرقه عشرات المحاولات من الكتابة والمحو حتى يصل إلى الثقة المطلوبة. خلال رواية ما وراء الأمل، هل صادفت هذا الكلام في أثناء كتابتك للرواية؟ سؤال جيد. في البداية أي يعني العامل الأساسي للتحدي إنك الفكرة هي الأساس. يكون عندك فكرة في الأول، هذا هو الأساس. بعد كده الواحد يبلور الفكرة هذه في راسه، يقلبها يمين شمال زي ما بيقولوا، ويقدر يتواصل يعني بيصل فيها إلى أبعد المدى، ثم يعود ويواصل. وكذا الناحية الثانية عندك اللي هي بعد الفكرة بتأتي مسألة بتاعت اختيار الشخوص. اختيارك للشخوص هو تكرير يعني شيء أساسي في الحوار، وطبيعة الحوار يعني ما بيجي حوار من غير ما تعمل الشخوص وكذا. الناحية الثانية الواحد يبتعد من الأساليب اللي هي الباعثة للملل بالنسبة للقارئ، بحيث يعني تنشط دائما، تحاول تنشط القارئ، وتحاول تبتعد من حكاية إنك تجيب له نوع من الملل أو تبعث فيه نوع من الضجر، بحيث يلغي القصة أو العمل الأدبي بتاعتك. ما يقدر يعني دائما تخليه شنو يعني نوع من بستان فيه ورود مغرية، انه الواحد لازم يغطس هذا الثمرة او هذا الاشياء هذه الوردة. فبالتالي يعني التحدي الاول انه توجد نوع من الفكرة. بعد الفكرة هو مسألة التنسيق، هذه متروكة للقارئ. والحوار اهم حاجة عندنا فيه نوعين من الحوار طبعا. الحوار الخارجي اللي يتم بين محمد صالح حيدر وابو بكر صايغ، وكل واحد بيتحاور وفقا للخلفيه بتاعته بيحملها من الثقافه وكذا، في فروقات طبعا، والناس ما مستويه. في الحوار الداخلي اللي هو لازم الكاتب او الراوي برضه ينفذ الى ما يدور في ذهن الشخص هذا كان. فبالتالي يعني دي هي جمله من التحديات اللي يحاول يتجاوزها الراوي من وجهه نظري. وأول يعني في الأول أهم حاجة زي ما قلت هي الفكرة بتلعب دور كبير في الحتة هذه. ما دام عندك فكرة وقدرت تحدد أهدافك وكذا، أكيد يعني حتعمل سلم عشان توصل للهدف اللي أنت عايز توصله. طيب أستاذ حيدر، الكتابة الأدبية ليست سوى نجارة كما يقول ذلك ماركيز الروائي العالمي الشهير. نجارة هي من المهن التي تتطلب الدقة والخبرة والعوامل التي تساعد النجار في أنه يستطيع أن يشكل لنا أشياء من طبيعة الأخشاب، كيف يشكلها لنا حتى يكون جاذبا. فهي تتطلب حرفة عالية ووعيا حادا بطبيعة القرارات الفنية التي يجدر بالروائي اتخاذها ليخرج عمله بالشكل المطلوب ليكون جاذبا. العوامل في ما وراء الأمل في روايتك الأخيرة الأولى والأخيرة اللي كتبتها أخيرا، هنالك عوامل أنت ركزت عليها لتكون هذه التجربة جاذبة للقارئ، منها الواقعية، تستند منها التراث، منها الثقافة المحلية، البيئة المحلية التي أنت انطلقت منها لكتابة هذه الرواية. فكيف تجسد لنا في الرواية هذا الكلام؟
والله هو في الأول يعني الواحد لما يشبه الكتابة بالنجارة في البداية قد يستغرب المرء، لكن هي دي الحقيقة. النجار يعني برضه بيعتمد الإبداع، يعني ويتعامل مع الواقع، وكيف يتعاطى مع الواقع ويشكل منه الحاجات اللي هو عايزها بحسب الطلبات. الموبيليات نسميها نحن تقريبا، يعني ورشة نجارة نوع يعني عبارة عن ورشة بتاع فن وإبداع وذوق، بس جذاب يعني في كل شيء. فهذه صناعة فعلا، يعني صناعة تقدر تقول فيها إبداع. في نفس القدر الكتابة عندها أدواتها، وأنت إذا كان تملك الأداة هذه أكيد يعني هتقدم عمل على الأقل لم يرضي الجميع. هتجد نسبة محددة تكون راضية عن هذا المجال. وأنا في المجال هذا زي ما أسلفت يعني حاولت، أهم حاجة أنا ارتكزت عليها هي الواقعية والابتعاد عن الغلو في الأشياء وتصوير الأشياء ما لها وجود وكذا والحاجات هذه، باستثناء التراثيات والادب القديم. هذا قلت لك الحكايه بتاعت كان ومكان، هذه طبعا الواحد بيجيبها على اساس يعني نوع من آه، روح المجتمع والحاجات اللي هو الارث، يعني في تكريس في معرض التكريس للحاجات هذه. فبالتالي الاثنين العملين هم صعب جدا، ليس بالسهوله نجار ينجز موبيليا معينه دولاب معين ولا كذا. فهو لازم يبذل جهد ويختار يستخدم الوسيله اللي هو يتبعها. بنفس القدر الكاتب ايضا يعني يستخدم من ادواته السلاح الناجع اللي يقدر يوصل به للهدف بكل بساطه، رغم صعوبه المشوار. و يعني تختار من الادوات ما يدعم المسير بتاعتك بكل تاكيد. فانا في هذه الروايه، وباعتبارها التجربه الاولى، حاولت استخدم الطريق الواضح. يعني زي ما قلت لك يعني هي قصه كانت عباره عن توثيق بشكل في قالب ادبي. فبالتالي يعني النجاره انا بتفق مع الرجل هذا في وصفه للكتابه بالنجاره. هو طبعا من خلال الحوار في العمل الروائي يرصد المتلقي التقارب بين العمل الروائي وبين العالم الروائي الخاص. وقد تكون الأعمال لصيقة بتجربته الشخصية لكونه ابن مجتمعه، ومن الطبيعي أن تنعكس أفكاره وأحاسيسه وانطباعاته في تجارب إبداعية. إلى أي مدى ينطبق ذلك في تجربتك الروائية أستاذ حيدر؟ طبعا أنت أسلفت خلال البداية أنك تكلمت في هذه الزوايا، ولكن نحن من لمزيد من تعميق الفكرة باعتبار أن الرواية واقعية 100% تعكس المجتمع الإريتري، تقلبات الحياة من لجوء إلى عودة إلى لجوء، معاناة معسكر اللاجئين في الشقراب أخيرا، ثم الانتقال إلى السويد. إلى أي مدى أيضا تركت فيك هذه عمقتها في الرواية؟ والله تقدر تقول جملة الأشياء التي قيلت جسدت بقدر الإمكان في رواية ما وراء الأمل. يعني تجربتي الذاتية، بالإضافة إلى أنه أنا ابن مجتمع، ابن بيئة محددة بكتب عنها، فكانت هذه كلها محطات مضيئة تلقاها على في السطور مباشرة. فلذلك يعني أنا سبق وقلت أنه أي واحد يمر على هذه الرواية سيجد فيها نفسه، بدليل أنها جاية من واحد بيشبههم. فيمكن في بعض الإخوة كان عندهم فرصة طلعوا على الرواية وتواصلوا معي يقولوا لي بدل ناصر يا ريت كتبت اسمي. دي كانت واحدة من الحاجات الجميلة أنا حسيت بها صراحة، يعني باعتبارها فعلا رواية واقعية تمس شغاف الناس. وكل واحد يعني يقول لك مثلا هذه الذات لما تجي في والشريفين تلقى مجموعة من الناس عاشوا في والشريفين مباشرة حيلقوا الأشياء هذه. معسكر اسمه معسكر الرهد، منطقة دهيماء، لغاية حتى جامعة قريونس مثلا في ليبيا، وكل المحطات، جامعة طرابلس، وكيف الناس بتجتمع في الصيف، وكيف الطلبة في جامعة الفاتح كانوا فاتحين صدورهم لاستقبال الطلاب، إخوانهم الطلاب من المناطق الثانية بيجوا يصيفوا هناك معاهم. يعني
فالرواية فعلا هي مكتوبة بواسطة واحد من البيئة نفسهم، فلذلك يعني أقدر أقول لك عن كل الحاجات دي موجودة في رواية ما وراء الأحد. هو الجميل في الأعمال الروائية التوثيقية التي تستند إلى الواقع المعاش لأي مبدع إريتري أو أي مبدع في مختلف بقاع الكرة الأرضية، أنه يعكس هموم الناس، وأي شخص يقرأ الرواية يحس أنه هو قريبة منه، بل هي لسان حاله. ناصر قد يكون اليوم كلنا ناصر، معاناتنا، ظروفنا، تجاربنا اللي مرينا بها، من لجوء إلى عودة، ثم إلى لجوء إلى هموم، إلى تضييق، إلى اعتقالات، فترة ما بعد الاستقلال، ثم الهروب ثانيا. ناصر هو الشخصية الرئيسية. حدثني عن بقية الشخوص في الرواية حتى يكون المشاهد الكريم متابع لهذه العمل، يستمع لهذه الحوار، ويعرف ماذا سيقرأ في رواية ما وراء الأمل إلى عندما تصل إليه. أنا كنت أفضل إنه ما نخوض في تفاصيل كثير عشان نخلي مساحة للقارئ، لكن عموما يعني هيلقى شخصيات حتى باسمها. يعني إذا كان في واحد مثلا عاش في البيئات هذيك، البيئة اللي عاش فيها ناصر، هيلقى أسماء مطابقة تماما للشخصيات في الحوار مباشرة. هيلقى الشيخ موسى مثلا. الشيخ موسى يعني درس ناصر في وشريفي الخلوة، ودي فيها قصة. زميل في وزارة الإعلام درس لدى الشيخ ساهو، فكان كل مرة يقول لي يا حيدر أنا درست القرآن بالساهو. ف... فكنت أقول له أيوه، أحيانا يقروا بساهو وكده، فكل مرة يردد. فمرة قلت له يا فلان، من بعدين حال الناس يعرفوا يا فلان كيف؟ قلت له أنت قريت القرآن بالساهو، أنا عايز أفهم كده. قال لي يا أخي ألف تمالي باء قبا كتي ألف كده قلت. ف... فالمهم حصل الضجة بتاع الضحك كده، والناس كلها ضحكوا. والله قلت له فعلا أنت قريت في ساهو. وبعد كده أنا معترف يعني. وبيتكلم عن النقاط اللي هو ألف ما عنده نقطة وباء عنده نقطة، بيتحد بنفس القدر اللي التجري برضه بيدرس في الحاجات هذه. فبالتالي الشيخ موسى هذا، إذا كان في واحد مرة بيشتري فيها هلقاه يقول لي شيخ موسى شيخ موسى. بعد كده عندنا مثلا الناس لما جو في معسكر بتاعت دهيمان، المقر الأخير هذاك بالنسبة لناصر، البيئة كانت بيئة طبعا استثنائية. أمطار، فيضانات زي ما قلت، ثعابين، ياما ناس ماتوا بالجملة بثعابين. الواحد يضرب ثعبان بيحصل له انفجار في الكبد مباشرة يموت. فضلا عن عقارب. عقارب، صواعق، يعني دي كلها كانت مشكلة كبيرة. في هذا عندنا شيخ كان يستدعوه لما واحد يلدغ عقرب، خلاص يستدعوا الشيخ ذاك، هو الوحيد اللي يصدق إنه يرغي على الإناء ويحاول يحدد الألم في موضع اللدغة فقط. يعني كان في حاجات يمكن الواحد يلقاه باسمه، في لما يحصل حريق يهدد الناس وكذا. الشيخ صالح مران بيرفع الأذان وسبحان الله بعد شوية النار تهدى وكذا. ف... ف... حكاوي وأساطير جميلة. دي شخصية يعني بصراحة واقعية 100%. وفي اسمها أيضا أستاذ موسى. هذا الرجل لعب كثير في تغيير المجتمع، حاول يعني يغير نظرة الناس. كانوا يقولوا له يا أخي، كان يقول لهم لازم نتعلم وتدرسوا. ففي كبار القوم كان يقول له مدرسة دين فرساء، انت خلي اولادنا يقروا وهنا انت ما تجيب لنا المدارس. لكن في النهايه قدر ينشر في الاوساط هذا شعاع العلم. وبالتالي يعني انا اذكر الدكتور شعبان عامل دراسه مطوله في الروايه. من ضمن الحاجات يعني يتواصل معي على الخاص، بيقول لي يا اخي انا ترحمت على الاستاذ موسى. يعني دي واحده من الحاجات الجميله جدا ممكن حد يقولها. أستاذ حيدر، طبعا نحن سنعرج على الدراسة النقدية التي كتبها الدكتور اللي ذكرته، وعن الندوة اللي عملتها في استراليا، الندوة اللي كانت في استراليا. و
لكن ما زلت عايزين نعرف الرواية، ومن خلال الرواية حنعرف الكثير عن حيدر. وكل من يقرأ سيعرف أنه من هو ناصر، والتفاصيل الدقيقة الموجودة في الرواية، والنقلة اللي حصلت من القرية إلى معسكر اللاجئين بكافة معاناته، ثم إلى ليبيا والدراسة في ليبيا. الأجواء بتاعت ليبيا كيف جسدتها المدن الجامعية، حياة الطلاب، الإريتريين في جامعات والمدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية في ليبيا. هل أفردت لها مساحة في الرواية؟ بكل تأكيد هذه واحدة من المحطات المهمة الواحد ما يقدر يتجاوزها في رواية ما وراء الأمل. أول حاجة يعني فيها جانب بتاع إسداء يعني الاحتفاظ بالجميل للشعب الليبي بمواقفه بهذا الاتجاه بالذات. يعني يمكن عندك مئات الطلاب الإريتريين درسوا في مدارس متوسطة ثانوية معاهد عليا جامعات ليبية، وكانوا يعني الشعب الليبي بالنسبة لهم كان شعب ضياف، وكل المعاملات هذه من المعاملات الطيبة يمكن الرواية تحاول تجسد. بالإضافة إلى أنه الواحد كان لما انتقل من البيئة السودانية وبكل معطياتها وكذا كان بيفتكر إنه مجرد ما يلقى سانحة ويطلع برا أموره زي ما يقولوا تنحل بلغة دارجية، بمعنى يعني بالجانب الاقتصادي والأكاديمي وكذا وكذا. لكن هذا الاتجاه برضو ما كان متوفر بقدر الإمكان، وهذه ما فيها مشكلة أساسا. فأنا يعني أحس في الرواية ناصر هل تعلم أنه يتخرج من جامعة كير يونس وما بيعرف موقع الكافتيريا؟ يعني كافتيريا موقعها وين ما بيعرف ناصر طيلة 4 سنوات، وهذه ليست للمبالغة وكذا، هذه واقعية زي ما قلت لك. فهذه واحدة من الحاجات اللي إحنا من الحاجات اللي مرينا بها. لكن هذا لا يعني إنه واحد ينكر الجميل بالنسبة للشعب الليبي، وهذا صراحة جميل محفوظ. وكل المناطق وجامعة الفاتح زي ما قلت لك واحدة من المراكز العلمية، كانت قلعة لكل إريتري يجي وافد في فترة العطلة. الناس بتجي هناك عشان تشتغل وكذا، عشان تجهز نفسها للإجازة القادمة يسافروا وكذا يشوفوا أهاليهم. كان الملاذ الوحيد للصيف هو جامعة الفاتح. دي مجالات موجودة يعني، بالإضافة إلى أنه ناصر تخرج من هناك وعمل مدرس، اندمج في مجتمع في منطقة اسمها العوينات في واري هناك في الجنوب. والناس لدرجة الواحد كان يحس إنه بقى جزء من المجتمع هذاك صراحة. وبعد كده يعني من الحاجات المذكورة في الرواية يعني، ويمكن هي قصة حصلت فعلا مش للمبالغة وكذا. بالفترة هذيك السفر كان بالأتوبيسات، كان في حصار على الطيران وكذا، فالعودة الطوعية كانت عبر تونس، لازم تطلع لتونس بالأتوبيسات وكذا. ففي الرحلة اللي كان فيها ناصر صادف إنه السائق بتاعت الحافلة جهز أغنية معينة ساعة الانطلاق. فهذه الأغنية لواحدة فنانة مطربة ليبية اسمها نجوى محمد، موجودة مكتوبة هنا في الرواية، بتقول فيها تذكرتهم عندما ودعوني إلى آخر الكلمات. فدي كانت واحدة من الحاجات اللي واحد حاول يجسدها في رواية ما وراء الأمل، باعتبار ليبيا كانت واحدة من المحطات المهمة جدا في مسيرة كل إريتري كمان يعني اللي مر بهناك. هو طبعا أستاذ حيدر نحن جيل وقبلنا كان في أجيال كثيرة عانت في مسيرة اللجوء، بالذات الأجيال تاع الستينيات والسبعينيات والثمانينيات وحتى الأجيال تاع التسعينيات وحتى اليوم. عودة للوطن الكل كان يعلم أنه ما كانت مفروشة بالورود، ثم الهجرة الأخيرة، اللجوء من قبضة الدكتاتور القمعية، من القبضة القمعية التي نحن عانينا منها ولم نجد أبسط حقوقنا في وطن ناضل الشعب الإريتري على مدى عقود من أجل حريته. من الواجب أنه تعكس في معاناة المعاناة التي مر بها كل الإريتريين، أن تعكس في شكل أعمال روائية، أفلام، مسلسلات،
وفي هذا الدور انه بعض المبدعين الكتاب الإريتريين، انا اشوف انه في تقصير. يجب ان تملأ هذه الساحة ضجيج حتى تصل هذه المعاناة لكل الناس. ما رأيك في ذلك؟ أوافقك الرأي تماما. هذا بالدرجة الأولى بيعني إنه الإنسان متصالح مع نفسه بينه وبينك. الإنسان يكون صادق، في نفس الوقت متصالح مع نفسه ويقول الحقيقة. هذه مرحلة الإنسان لازم يجسدها، يعني دي مسيرة تاريخية في مسيرة الشعب الإريتري. والشعب الإريتري ما بيستحق هذا الجزاء، هذا الصنيع. يعني شعب ضحى وانت عارف، يعني مش لاننا اريتريين يعني، لكن اساسا الثوره كيف انتصرت بمجهود الشعب الاريتري اللي كان يتقاسم لقمه العيش مع الثائر. يعني شعب نادر بهذه، وفي مناطق اللاجئين حتى، يعني عندك في مناطق الشتات، مش اللاجئين يعني مش السودان ولا كده، في كل مناطق الشتات. يعني اي اريتري طلع كان عباره عن ثائر وواقف مع الثورة ويشد من أزرها. هذا الشعب وهذه المسيرة وجدت في المقابل يعني صدود، وكل هنا يعني قفلت أمام كل الأبواب. فبالتالي المرحلة هذه لازم تجسد. وزي ما قلت يعني ما في أي مبالغة أصلا، هذا تصوير. اللي ما بيعرف فعلا يقول لك هذا لما يكره الشيء يشوهه بشكل غريب، يعني لأنه ما بيتخيل أصلا في معاملات بالشكل هذا. مهما كان يعني واحد ما بيتخيل المعاملات اللي تعرفها وأعرفها كويس. فبالتالي يقول لك يا أخي أبو بكر صادق ده لما يكره الشيء يشوهه بطريقة غريبة، لكن هذا ما تشويه، هذا هي الحقيقة. والناس المفروض كل واحد يكون صادق بينه وبين نفسه، وهذه فرصة. كل صاحب قلم يفترض يشارك في المسيرة هذه بكل صدق، يعني لأنه ما حيبالغ أصلا. يعني في حاجات أنا تفوت علي، انت تتمها بهناك. وبالتالي نكون نحن لمينا المرحله هذه واحتفظنا بها للتاريخ. ليش؟ لان هذه اصلا ما حتستمر كده، تغيير قادم هذه يعني لا محاله. فبالتالي الناس يعني تستفيد من التجربه السوداويه هذه صراحه. يعني الواحد يعني انا ابني بيت ابني لما عايز يسكن معي يقول له لا ابوك زمان كان عايش في قبطيه من قش، بس ما تدخل القصر بتاعي هذا. يعني هذا منطق غريب يعني. عايز يمشي معاك في سيارتك تقول له لا ابوك زمان كان يمشي كداري برجله، لازم تمشي وتبدا من حيث انا بديت. منطق يعني معاكس بشكل للموضوعيه بشكل غريب. فبالتالي احنا يعني دي مسؤوليه كل واحد انه يوثق المرحله هذه من الزاويه اللي هو يشوفها، لانه انا ما ممكن الم بكل الزوايا زي ما قلت لك، لكن كلنا لما نشتغل نكون لمينا، قدرنا نلم الواقع كله بعلاته زي ما تقول. هو بالتأكيد أستاذ حيدر، لأنه الكلام اللي أنت تقوله ده الآن هو يحتاج إلى تجرد، يحتاج إلى نكرانزات، يحتاج إلى انتماء لهذا الشعب الذي يعاني اليوم في الداخل والمشرد والمشتت في الخارج. هذه المعاناة بعيدا عن الأطماع الشخصية وعن الخوف وعن الرعب اللي زرعوا النظام في نفوس الناس، تحتاج إلى أن نعرضها للعالم. هذه معاناتنا في ظل الاستعمار الأثيوبي وفي ظل النظام القمعي الموجود الآن في إريتريا. وهذه مسيرة كل إنسان انتمى لهذا الشعب، مسيرة كل إنسان انتمى لهذا الشعب. فنحتاج إلى مجرد تجرد، إلى شجاعة، إلى قوة الكلمة، إلى الانتماء الحقيقي إلى هذا الإنسان الذي يعاني اليوم في الداخل في أبسط معاناة لا يمكن أن تتصورها. ونحن نعيش في القرن ال21، في الربع الأول منه انتهى القرن ال21، وفي بعض القرى الإريترية والمدن الإريترية حتى الآن كهرباء ما في وسيلة اتصالات، لا توجد إنترنت، لا توجد مواصلات، لا توجد أبسط حقوق الإنسان إنك أنت تبني بيت. فهذه المعاناة هي اللي نحن ندعو كل الناس باسمي وباسمك وباسم هذه القناة وباسم كل الناس اللي ينتموا لهذا الشعب الجميل، الشعب الذي كنا نعيش في وسطه وتجولنا في كل أنحاء إريتريا وكنا نستقبل بترحاب لأن أبناء هذا الوطن. ما رأيك برضو في ذلك أستاذ حيدر؟
والله أنا ما بعرف. الشعب الإريتري شعب عظيم بصراحة، يعني هذه بدون مبالغة. شعب نادر. شعب بيتمتع بنوع من الصبر والتحمل كده بطاقة الواحد ما بيتصورها. وشعب بيقول عيب، يعني مين بيتحمل إنه المسألة هذه لا يمكن تطلع. لكن يا أخي نحن لازم نوصل لمرحلة إن أنا وأنت في إريتريا عندنا كل واحد فينا يملك شبر. يعني أنا عندي شبر، أبو بكر صادق عنده شبر، يبقى ما في داعي للطغيان. لازم تقبلني كما تقبلني بالشبر بتاعي كما يعني أنت. يعني أنا لما أكون عايز أعالج الواقع هذا بصورة معينة مباشرة أتهم بالخيانة. كيف يعني أنا أكون خاين وأنت تكون الأمين؟ شنو اللي يميزك إنك تبقى أمين وهذاك يبقى خاين وكذا وبايع ولا أو شبه زي ما داير يعني. كويس. هذه عبارات بصراحة يعني بقت ما تنطلي علينا. الناس صاحية يعني. ما في واحد ففي لوحة اللي هو يعني إذا كان إحنا الآن بنتكون من عدة مكونات اللي هو ونحمل لغات أو لهجات. يعني أنا بعتبرها عبارة عن ثمانية أو تسعة إخوان في بيت واحد، أطوالهم تختلف، واحد طويل والثاني وسط والثاني قصير. فالأسرة مش ممكن تفضل طويل على حساب القصير هذاك وتفصيله برا إنك قصير وخلاص. إحنا لازم نستفيد من التباين هذا. بنشكل لوحة في النهاية زاهية متناسقة الألوان، ما فيها أي طغيان بحيث تكون لوحة مشوهة وكذا. فهذا يعني إحنا الآن يمكن في مؤشرات إن الناس بدأت تتجه في المسار هذا. عندي أمل كبير في الحتة هذه، إنه الناس يعني بدأت تصحى. وفي ألاعيب وفي مصطلحات كده بدأت يعني الناس سئيمتها نهائيا بالمناسبة. هو طبعا أستاذ حيدر، لأنه المسيرة تقتضي الآن الكل يجمع على أنه هذا الوطن سيبقى بحدوده الجغرافية التي أقرتها والخرائط التي أقرت في الأمم المتحدة، بوحدة شعبه، بإثنياته، بلغاته المحلية الجميلة التي خلقت نوع من التعايش. لا أحد يفرض عليك في الشارع أنك تتكلم في لغة معينة إلا لما تدخل دواوين الدولة. هنالك ينتظرك التطرف، التعصب، الإقصاء، التهميش بكافة صوره مجرد ما تطرق المؤسسات إذا كان نقدر نطلق عليها هي مؤسسة بهذه الأسلوب. لا يبنى وطن. بهذه الطريقة لا تبني وطن، لأنه الكل الشعب رفض سلطة هيلة سلاسي، واللي كانت يعتبروها أهل المرتفعات في إريتريا أنه كانت فترة رفاهية، يقولوا ميشوت. هيلة سلاسي ميشوت نيرو يقول لنا كانوا الكبار اللي كنا نلتقي بهم انه يمجدوا تلك الفتره، لانه عاشوا فتره ابنائهم اللي كانوا في الثوره لما جو دخلوا اسمره، قمعوا الشعوب، قمعوا هذا النفس الطيب في الإنسان الإريتري. هذه المرحلة نتمنى أن تنتهي من حياتنا وإلى الأبد، وإذا ما انتهت علينا المسؤولية أن ننهيها نحن. ماذا تقول في ذلك أستاذ حيدر؟ هذا حلم كل إريتري الآن، سواء في الخارج أو في الداخل. احنا اكيد متفقين انه خلاص يعني كل شيء عنده حدود يعني. فاحنا الان الدولة والنظام لا يمكن يستمر بهذه الإقصائية. ولا يمكن الناس تستمر في موجة بتاعت فرار وهروب على طول الخط. الإريتريين احنا كتب علينا انه بننتقل من منطقة لمنطقة وما عندنا مقر كده نستقر فيه. ليش الحاجات هذه؟ وزي ما أسلفت أنت يعني إريتريا باقية إن شاء الله، وكل شيء مؤكد. يعني ما في واحد بيهددك يقول لك يا أخي في مهددات هنا وفي مهددات. طيب خليني أنا أجرب المهددات دي كده، أعطيني فرصة أجرب معك المهددات هذه، وريني مباشرة شنو هي المهددات هذه أصلا. كويس. فبالتالي يعني الناس بقدر تاني أرجع أقول فقط مطلوب إنه نكون نحن على قدر المرحلة صراحة. يعني كمان نحن لازم نحمل نفسنا يعني بصراحة يعني
التباكي الكثير، والحاجات دي برضو مؤثرة بالمناسبة، بمرور الزمن تأثر في نفسيات الإنسان ويستسلم مباشرة. إحنا أقوياء، ما في داعي يعني. والناحية الثانية الآن يعني يمكن في ثقافة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، هذا تلقى مهاترات كده أحيانا، وأحيانا نقاش هادي، ودي نوع من الحراك. أنا أعتقد أن يمكن يوم من الأيام يوصلنا لمرحلة معينة، وثقتي كبيرة أن الوضع ما حيستمر بهذا الشكل مهما كان. طبعا، ونحن ايضا ثقتنا كبيره في الشعب الاريتري عبر تاريخه. لم يشهد حروب اهليه مبنيه على معتقدات دينيه. لم يشهد حروب مبنيه على هيمنه على الارض، على الزراعه. بالعكس، الهجمات اللي كانت تاتي من جنوب من جنوب اريتريا او شمال اثيوبيا، هي التي كانت تنهب، هي التي كانت تصادر اراضي زراعيه، هي التي كانت تسرق المحصولات الزراعيه وترتكب جرائم ثم تهرب. ده التاريخ اللي نحن وجدناه على الاقل خلال الخمسه قرون الماضيه. حتى مجيء الاتراك حتى اليوم انه ما شفنا حروب اهليه، بالعكس كانت الهجرات تتم من المرتفعات للمنخفضات، من المنخفضات للمرتفعات بشكل سلمي وبشكل سلس. والشعوب النازحه كان يتم استقبالها. حتى التجارو لما كانوا يتعرضوا الى المجازر في عهد يوهنس وعهد راس الأولى والبقيه العباطره بتاعت التجراي، كان يتم اللجوء، يلجؤ الى اريتريا ويحتموا بالشعب الاريتري. يحتموا اليوم بالشعب، يستحموا بالشعب الاريتري واستقبلهم. ناهيك انه اريتري ما يستقبل اريتري، حتى من الدول الجوار هنالك العشرات من الاسر استقرت، سواء كان من السودان، سواء كانت في عهد المهديه، سواء كانت من اثيوبيا، سواء كانت ما وراء البحار. استقرت في اريتريا وعاشت كما هي. فهذه هي سمات التي يجب التركيز عليها من أجل صيانة الوحدة الوطنية، ومن أجل أن نرتقي بكل جهدنا لنصل إلى وطن يسع الجميع. العمل الروائي تقريبا خلال الفترة الماضية كان في هنالك رواية الكاتب الروائي الكبير هاشم محمود، رواية عزيزة التي جسدت لنا أدب السجون. وها هي رواية ما وراء الأمل بتاعت أستاذنا حيدر، تجسد لنا معاناة تجربة الشتات. بالإضافة لذلك كانت هنالك رواية الروائي الكبير أبو بكر كحال اللي هي تيتانيكات أفريقية، اللي كانت تصف رحلات الأفواج القادمة من وسط أفريقيا ومن شرقها ومن شمالها إلى الزحف نحو أوروبا. ودي الأعمال الروائية اللي تترك آثار حقيقية تنقل المعاناة من الواقع إلى المتلقي وتخلد. على فكرة، من الواقع السوداني لدينا تجربة بتاعت الطيب صالح، موسم الهجرة إلى الشمال، اشتهرت وترجمت وأصبحت خلال القرن العشرين من أشهر الروايات، لأنها فقط لأنها عكست الواقع اللي كان في السودان والبيئة اللي انطلق منها الكاتب. فجميل أستاذ حيدر نسمع ما وراء الأمل تصل إلى العالمية. هل لديك برامج يتم ترجمتها إلى اللغات المحلية ولا اللغات العالمية؟ والله طبعا أمنيتي إنها تترجم، لكن لغاية الآن يعني باعتبار هي حديثة أصلا لسه ما عندي الفكرة هذه، لكن إن شاء الله يعني أملي إنها تترجم وتأخذ مكانها في العالمية. وليش لا؟ يعني لازم هنا الناس بيعرفوا عننا، ولازم عن قرب وبصدق ومن أبنائهم، مش من الناس اللي يجوا من برا كانوا بيشوهوا التاريخ. حتى أسماء المناطق ما يقدروا يذكروها بطريقة صحيحة. واحد يجي باحث يعني يجي يدخل البلد ويكتب الأسماء حتى بطريقة على علاته يعني. فبالتالي يعني أنا أمنيتي إنه الأعمال الإريترية تترجم إلى لغات عالمية، حتى يتعرف علينا الناس بشكل دقيق ومن أهله ومن أهلها يعني. هو الجميل أن هذه الأعمال حتى تصل إلى العالمية
لدينا الآن اتحادات فئوية. لدينا اتحاد الكتاب الإريتريين في المهجر، وكانوا من المفترض يكون معنا عطلة علينا شوية، ونتيجة لارتباطاته في معرض الدوحة الدولي الأستاذ هاشم محمود الروائي الكبير ظهر معنا، ثم لظروف الوجود في المؤتمر في معرض الدوحة. ولدينا أيضا الأستاذ محمد رمضان كان حيشارك معنا في هذه الإطلالة الحوارية، ونتيجة لظروف صحية أيضا لم يتمكن من المشاركة. وهذه الأعمال هي الآن ملك للشعب الإريتري، وملك ليس للأستاذ حيدر. ومعاناة الإنسان الإريتري يشكر عليها أستاذ حيدر، ويشكر عليها هاشم محمود أنه ذكر لنا رواية عزيز ومعاناة السجون. يجب أن تترجم من خلال جهود تجمعات فئوية من خريجين من كتاب لتصل إلى العالمية ويتم تسويقها. نحن من خلال ذلك تصل إلى الجامعات وإلى مراكز الطباعة العالمية، إلى المعارض الدولية، حتى تصل هذه الرسالة لكل العالم وتعكس مجتمع الإريتري على طريقة عبر أبنائه وعبر التجارب الحقيقية. أستاذ حيدر، هذا نداء أنا أوجهه للكل. قبل ما نصل إلى مراحل الختام، التجربة تم إعداد دراسة نقدية لرواية ما وراء الأمل، وستتضمن الطبعة الثانية هذه الدراسة. بشكل موجز عرفنا على الدراسة ومن هو كاتبها، ودراسة النقدية عن الرواية ما وراء الأمل. جميل. بالفعل الآن يعني الطبعة الثانية يمكن طبعت، ومتضمنة نفس الدراسة المطولة التي قام بها الدكتور شعبان عبد الجيد، وهو شاعر وأديب وكاتب مصري مشهور، دكتوراه في الأدب العربي. هذا الرجل يعني قدم قراءة مطولة لرواية الأمل، وصنف العمل من يعني العمل الأول اللي العمل الأول مكتوب باللغة العربية في أدب الشتات الإفريقي، فبالتالي يعني قدم فيها دراسة مطولة صراحة، فيها إشادة، وأنا بعتز بهذه الإشادة اللي جات من قامة مثل الدكتور شعبان عبد الجيد. هو راجل طبعا عنده مكانته ويشغل حيز معتبر، فكونه رواية إريترية لواحد يعني في عمله الأول في تجربته الأولى يعني تلفت نظر أمثال الدكتور شعبان، يعني أنا صراحة سعيد جدا، وأتوقع أنه العمل إذا كان أصلا صادق وبيحمل فكرة، وكل بيحمل فكرة معينة وواقعية، أكيد يعني حيلقى من يقيف مع العمل هذا ويجذبه. وبالتالي يعني حتى يعني في واحد من غير الإريتريين، برا الإريتريين، يتواصل معي يقول لي أنا شكيت إنك كنت عايش في قريتنا. يعني أنت ذكرت قرية ثانية، أنا قال لي يعني بعترض على القرية اللي أنت ذكرتها، لأنك أنت أصلا كنت في قريتنا، أنا شعرت إنك بتكتب عن قريتنا وكذا، وهذا إنسان يعني مش إريتري كويس. فبالتالي يعني تحس إنه عودة إلى الدكتور شعبان، فالدكتور شعبان قام متفضل بهذه الدراسة، وصراحة يعني قرب الرواية وجهزها يعني في قالب أدبي شديد، لخص الرواية للقارئ. يمكن بيقرأ الدراسة هذه مباشرة يكون عرف جزء كبير في الرواية. هو طبعا أستاذ حيدر أنه خلال الفترة الأخيرة هنالك كمية كبيرة من الروايات الإريترية المكتوبة باللغة العربية لكتاب إريتريين، معظمهم من جيل الثمانينيات ونهاية السبعينيات وال30 سنة اللي فاتت من عمر الدولة الإريترية. هذا يؤكد أنه هذه الثقافة العربية في إريتريا راسخة،
حتى وإن حاول النظام إقفاءها أو محاربتها أو فرض الحصار عليها، حتى لا تظهر هذه الثقافة وهذه على فكرة الكتابة للغة العربية ما يعني انك تكتب اللغة، ما يعني انك انت او الثقافة العربية انك انت من اصول عربية او غيره. هذه مسألة الاصول دي مسائل تاريخية او جدلية حتى. وهذه المنطقة شهدت هجرات وشهدت تعايش سلمي ونزوح وهجرة، و90% او 80% من الاصول بتاع الشعب الاريتري ما نجده في كتب التاريخ، وينتمي الى جنوب الجزيرة العربية، بالاضافة للهجرات اللي جاءت من داخل إريتريا أو من داخل منطقة القرن الأفريقي، واختلط هذا الشعب وخلط لنا اليوم شعب إريتري متسامح متصلح بلغات إريترية يعتز بها، ومنهم وفي مقدمتهم تأتي اللغة العربية. وجود هذا الكم الهائل من الروايات والدواوين الشعر هو دليل على أنه هذه المنطقة نحن جزء منها، واللغة العربية هي لغة أساسية في إريتريا حتى لو تنكر لها النظام. وأنا عارف وأنت تعرف المعاناة اللي كانت موجودة في صحيفة إريتريا الحديثة في توزيعها وفي طباعتها في تقزيم دورها، ولكن كان تجد الشهرة والانتقاد رغم كل الحصار اللي كان مفروض علينا أستاذ حيدر. فماذا تقول في ذلك في هذا الكم الهائل من الأعمال الأدبية المكتوبة باللغة العربية؟ شكرا أستاذ أبو بكر على السؤال الجميل هذا. أنا سعيد جدا لما أشوف هذا الحراك الكبير في هذا الاتجاه. يعني في الوقت اللي الناس يتوقعوا إنه المسألة هذه اندثرت، اللغة العربية خلاص ماتت مع البرلمان في الأربعينيات هذاك مع السلامة، الآن في حركة انبعاث بصراحة، يعني تيار قوي بيجدد نفسه وتاريخ يعيد نفسه. يعني احنا في الأربعينيات زي ما شفت الوثائق الإريترية كيف كان الوضع العربي في إريتريا، فالآن في الموجة نفسها بتعود. وبصراحة يعني أنا أحيي كل قلم إريتري خاض في هذا الاتجاه بمختلف الميادين في الكتابة، فتحية خاصة لكل مبدع في هذا الاتجاه. وأنا أتمنى من كل صاحب قلم أن يبذل ويساهم في هذا الاتجاه ويدلي بدلوه. كما قلت في السابق، محمد صالح حيدر لما يكتب في جانب معين تغيب عليه جوانب، وبالتالي هذه الجوانب لازم نحن كلنا أن نتضافر، وهذه مهمتنا صراحة. هذه هي المهمة. وأنا صراحة يعني سعيد جدا لما أشوف الواقع بهذه الانطلاقات وهذا الحراك وهذا الكم الهائل من الشباب الإريتري الآن مولع بهذا الاتجاه. يعني هذا مبعث فخري واعتزازي، وأقول إحنا موجودين ولسه متمسكين بحقنا، وبالتالي يعني الحلول قدامنا جاهزة إن شاء الله. وحنجلس على مائدة واحدة وسنتناقش، وفضلا عن أن نكرس أهم ظاهرة يمكن أنا لاحظتها في البلد هناك من إخواننا بيظنوا أي إنسان يتحدث عربية معناه هذا مجاهد، هذا مسلم، وهذا دخل الإسلام. كويس. فاللغة العربية ما لغة خاصة بعقيدة. كويس. إحنا الآن بهذا الكم الهائل إحنا حنأكد في الواقع هناك إنه اللغة هذه ما لغة خاصة بعقيدة معينة. فدي أهم حاجة. الناحية الثانية ولا بعرق معين ولا بعرق معين ولا بعرق ولا بإثنية معينة. فبالتالي يعني ما في واحد يسبك لأنك تكلمت عربي وكذا وأنت عارف يعني المعاناة. وحتى يعني في المدارس لما حصل التوزيع بتاع المعلمين، أنت شفت يعني في حاجة اسمها أستاذ وفي حاجة اسمها ممهر معناها هذا حاجة كويس، حاجة مقدرة. أستاذ هذا هنا دكتور يعني صراحة أنا ما أعرف يعني أفسره كيف. تصغير يعني. الأول بعد الإخوة كانوا يعني فاكرين الأستاذ اللي هم فاهمين، بعد شوية عرفوا إن الأستاذ مسألة يعني عندها مصطلح ثاني، فكانوا يعانوا في التحدي صراحة. ونحن بنستعيد الأشياء هذه حنصححها خطوة خطوة بإذن الله. وبصراحة يعني أنا أرجع أقول هذا الحراك يجب أن يستمر، وأحيي مجددا كل قلم إريتري حي بصراحة في هذا الاتجاه. وطبعا لإسراء هذا الحوار وهذه الإطلالة، أنا عملتها من قبل مع
الروائي الكبير هاشم محمود اللي شال جوائز عالمية، وهنالك شعراء إريتريين كتار وأديبات إريتريات هم في الطريق إلى هذه المنصة لنعكس تضافر جهودنا أولا، والتلاحم الموجود بين هذه الفئة المثقفة وهذه الفئة الواعية من أبناء المجتمع الإريتري بكافة إثنياته، بكافة اختلافاته الجغرافية، أنه نحن في مظلة الكتابة باللغة العربية فنحن سواسية ونحن متضامنين، وجهودنا كلها حتصب في تنشئة أجيال قادمة، أنه المكتبة الإريترية حتكون عامرة. لما كتب الراحل الكبير محمد سعيد ناود أكثر من 17 كتاب للمكتبة الإريترية لم يأتي من فراغ. ها هو التاريخ اليوم موجود مكتوب وموثق، وهو مرجع لكل أبنائنا، لي ولك ولأبنائي ولأجيال قادمة. وأنه التعتيم والتهميش والذي يمارسه حكومة القمع الآن في أسمرة سوف لن يدوم، لأنه الآخرون إريتريا أصبحت طاردة. إنسان مجرد ما يطلع من أسمرة يجد أمامه اللغة العربية، عبر إلى السودان يجد أمامه مجتمع أوسع، يهاجر إلى ليبيا، إلى مصر، إلى دول أخرى يجد أمامه اللغة العربية. واللغة العربية ليست لغة جغرافيا ولغة دين ولغة عرق ولغة، لا، لغة عالمية، لغة إنسانية، ونحن أولى بها. نحن أبناء إريتريا أولى بها، لأنه التاريخ المكتوب الآن في جزيرة دهلك والمراجع الموجودة كتبت باللغة العربية، ترجموها الفرنسيين، ترجموها الإيطاليين. الآثار الموجودة في كل أنحاء جزيرة مسوع وشيخ سعيد وجزيرة دهلك والساحل كله وسنحيت وبركة وحتى الأقصى أقاصي المرتفعات تجدها باللغة العربية، وللعمق الأثيوبي. فبالتالي أنا الحرب على اللغة العربية في إريتريا يعتبر تطرف من أجل التجرينيا، ولكن التجرينيا كانت حتتطور أكثر بوجود اللغة العربية جنبها إلى جنب، لأنه نحن لا نحارب التجرينيا ولا نعاديها، هي لغة إريترية موجودة في داخل المجتمع الإريتري، وكدورها دورها في المجتمع الإريتري مهم، بالإضافة لوجود اللغة العربية وتطويرها، وأن تكون هنالك كليات للغة العربية، وأن يتم تدريسها في ضمن مناهج وزارة التعليم إلى آخره. من خلال تجاربك عايزين نرسل رسائل قبل الختام فيما يتعلق بهذا الناسية في اللغة العربية. اللغة العربية لغة خاصة بالمجتمع الإريتري، هذه حقيقة لازم تكون مثبتة. والقاعدة عندنا تاريخ، عندنا مستندات اللي أنت بتحكي عليها، فما في حاجة غريبة إنه أنا لما أقول لغتنا العربية هي وطنية، كويس، فما هياش مرتبطة بالدين ولا مرتبطة بجنس معين. هذه اللغة هي وجودنا، هي وجداننا بصراحة. فبالتالي أي حرب أو أي محاولة محاربة لهذه اللغة إنما يدفع في الاتجاه الثاني اللي يقويها مباشرة. كلما وجد من يحاربها كلما الناس حتتمسك وحتتشبث أكثر بهذه اللغة. وعندنا في المجتمع الإريتري ما عندنا إشكالية بتاعت عقدة لغات كمجتمع إريتري، وما عندنا عقدة بتاعت تسميات. يعني أذكر ذات مرة في كورس من الكورسات كان في شهر رمضان، فصادف إنه كان أنا صايم، وكل يعني في الحجرة المقابلة لي أنا كان زميل مسيحي ما بعرفه، لمتنا الدورة هذيك. فهذا الرجل كان حريص إنه يصحيني بالليل للسحور، بس يضرب الباب، يقول لي، أقول له قمت خلاص، لا، يقول لي قوم تعال افتح الباب عشان أنا أتأكد إنك قمت. هذا نحن الشعب الإريتري هذه بنعيش مع بعض بهذه الروح. فلما نقول يعني لغتنا العربية نحن بالعكس يعني حنجسد وحدتنا أكثر، ولا يمكن هذا يكون على حساب تجرينيا لغة رسمية معترف بها وما عندنا معها أي مشكلة. يوم من الأيام لا يمكن حنعرضها للمساومة ولا لمفاوضات معينة. لغة ثابتة رسمية، واللغة العربية عندنا لغة رسمية، ومن يحارب هذا الاتجاه يعتبر يعني صراحة عكس التيار، والتاريخ حيلفظ
في زبالة التاريخ زي ما تقول. فلذلك يعني اللغة العربية يعني هي وجودنا، هي مستقبلنا، هي حاضرنا. فإحنا بنعتز. أنا ما بخجل لما أقول لغتي عربية. ومحمد صالح حيدر من الناس اللي يعشقوا اللغة العربية لحد الثمالة. كويس. فبالتالي لا، ما فيش واحد ينتزع هذه الأشياء من وجداني أبدا. فإحنا علينا أن نكافح بهذا القلم. وكل صاحب قلم زي ما قلت أنا أحييه، وأتمنى أنه نزدحم ونزاحم ونتزاحم في هذا الاتجاه وتتضافر كل الجهود. فنحن باقون وإلى الأبد إن شاء الله. حقيقة زميلي وصديقي أستاذ حيدر، الحديث معك لا ينتهي، باعتبار أنه أصحاب تجربة واحدة، وكنا في مؤسسة، كنا في أروقة، كنا نتزاحم في 4 كمبيوتر في وزارة الإعلام عشان نكتب، وأنت كنت شهير بقلمك السيال. زميلاتنا الكاتبات أنا أتذكر حتى الآن اللي كانوا في صحيفة إريتريا الحديثة، يعني لما تجيهم صفحتين 3 يكتبوها يتعبوا. يا أخي يا أستاذ أبو بكر، بالله عليك الله شيلوا القلم من أستاذ حيدر ده، شيلوا القلم من أستاذ حيدر ده، تعبنا يا أخي. الصفحة دي اتملت خلاص وكده يعني. فننتظر من أستاذ حيدر الكثير من الأعمال الروائية، القصص القصيرة، الإسهامات حوارية كما نفعل نحن اليوم، لتصل الرسالة صوت وصورة، لأنه نحن ننتمي لهذا الوطن بكافة إثنياته، بكافة رقعته الجغرافية، بالماضي والحاضر والمستقبل. نحن الآن نعمل من المستقبل. إريتريا اليوم دولة مستقلة معروفة وكل، حتى لو كان حاول النظام حصارها وتعتيم عليها والتنصل بها من المحافل الدولية من خلال نهج متبع الآن في النظام، لكن إريتريا أينما تذهب ستعود إلى مكانتها، أنه بها آثار تاريخية من الجدير أن يعرفها المسيحيون، لأنه الإسلام انتشر المسيحية انتشرت في أفريقيا من خلال حنا ومينا، وهم راهبان سوريان جو إلى إريتريا. الإسلام انتشر في إريتريا من خلال الهجرة الأولى والثانية، وبناء مسجد الصحابة الموجود الآن في مسوع، وتحاصره الحاويات وتأكل حجاره، الحجار اللي تبنى بها، الحجار الجيرية تأكل ملوحة الأملاح بتاعت البحر. بالرغم من ذلك هو سامد صمود هذا المسجد. نحن موجودين، والتاريخ سيكون موجود، والوحدة الوطنية ستكون موجودة، وهذا التاريخ الديني العريق مفترض تشكل له أطواف من السواح ليزوروا إريتريا ويتعرفوا على هذه التاريخ العريق للشعب الإريتري، من الناحية الدينية، من الناحية اللغوية، من الناحية الإرث التاريخي لهذا الشعب في منطقة كانت يوما ما هي قلب العالم النابض، عمق الشرق الأوسط. في الختام أستاذنا حيدر، أنا سعيد بأنه سمعت صوتك، وفرحت أنه أستاذ حيدر أين اختفى. كنت أتساءل بالرغم من التواصل معك كان من خلال الكتابة في الفيسبوك في الرسائل الخاصة، ولكن ها أستاذ حيدر زميلنا وصديقنا المدجج بالإمكانيات والقدرات الكتابية العالية موجود معنا اليوم، وهو إضافة حقيقية للمكتبة الإريترية بما كتبه من رواية وما ننتظره منك من أعمال كثيرة جدا جدا. في الختام هنالك بيت شعر يقول لعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها، ولكن أخلاق الرجال تضيق. نحن أبناء إريتريا لم تضيق بنا بلادنا، وعندما عدنا إليها كنا نعرف مسيرة السفر من أسمرة إلى نقفة تستغرق 5 أيام. رغم ذلك جئنا إلى إريتريا لكي نبقى فيها، ولكن تم ملاحقتنا، مطاردتنا، تهميشنا، حتى تم إجبارنا قسريا لمغادرة إريتريا. ولكن التي نحب بل ضاق بنا أخلاق حكامها. ماذا تقول للشعب الإريتري في ختام هذا اللقاء ولكل من يشاهد أستاذ محمد صالح حيدر كاتب رواية ما وراء الأمل للشعب الإريتري؟ والله هنا بيحضرني قول الشاعر إيليا أبو ماضي، بيقول فيها: وطن أردناه على حب العلا، فأبى سوى أن يستكين إلى الشقاء. هي سحاب السيف عابرة، ودوام الحال محال، وهذه الغربة
لها حدود. ونحن الآن يعني في المدافع يمكن وضعنا في المدار الصحيح، بدليل يعني هذا مناخ معافى، مناخ صحي، يكون عندنا قنوات نبث بها برنامجنا ونتكلم بهذه الأريحية وبهذه الروح. يعني أنا متأكد يعني بعد كده طريقنا إلى العودة قريب قريب جدا. والشعب الإريتري شعب عظيم، شعب يستحق كل تقدير وكل احترام، مش عبارات نستعملها للاستهلاك كما يفعلها المستغلون. وشعب إريتري يتمتع بوحدة وطنية، وليست الوحدة الوطنية الهشة اللي يتشبث بها النظام. لما أنت تبدأ رأيك في كوباية معينة وضعها في الطاولة، أنت تحدد الوحدة الوطنية. كويس. يعني في شماعة بتاعت الوحدة الوطنية هذيك، ليست الوحدة الوطنية اللي يروجها النظام. شعب إريتري فعلا شعب واحد. آه، الكنيسة والمسجد متعايشان ولا غضاضة في ذلك أبدا. فإحنا بهذه الروح نقول للشعب الإريتري معاناتنا لها حدود، والنظام على حافة الانهيار والتغيير غادم إن شاء الله. ونحن كما قلت نحن باقون، وهم الزائلون. شكرا أستاذنا وزميلنا وصديقنا الروائي الإريتري والصحفي الكبير الأستاذ محمد صالح حيدر. حقيقة أتحفتنا بحوار ممتع نابع من القلب وإلى القلب. بالتأكيد هذا الحوار عندما يتم نشره سيغير طريقة العقلية التي يجب أن نتعامل بها نحن أبناء هذا الوطن الجميل، أبناء إريتريا الخضراء، نحن أبناء إريتريا التي وصفت بأرض الصدق، لصدق إنسانها ولصدق تاريخها ولصدق ترابها وبحرها وسمائها. ونحن رغم كل المعاناة التي كانت نعانيها في رحلتنا، أنا قضيت 16 سنة في إريتريا وأنت كما تعرف أنت، وكنا نعاني في رحلاتنا. يعني أنت عشان تصل من أسمر إلى قندع يمكن تستغرق يومين، كنت في موقف المواصلات، وأنا زيك لما أنزل إلى كرن ورحلة المعاناة إلى نقفة تستمر. وكنت أكتب في هذا الكلام في صحيفة إريتريا حديثة، وتتذكر أنت مقالاتي التي كانت تجيب لي الهوى زي ما يقولوا، وكان يقول زميلنا أستاذنا وصديقنا أحمد شريف. فنحن كنا نعلم بما سنجده من معاناة، ولكن كنا جيل التحدي. والآن أيضا أدعو كل الأجيال اللي كانت موجودة في إريتريا أن يتحملوا مسؤولية التحدي لكي نعود مرة أخرى. نحن حقائبنا جاهزة وسنعود لبلدنا إن شاء الله. شكرا لك زميلي وصديقي أستاذ حيدر على هذه الإطلالة، ولدينا الكثير الذي يجب أن نقوله نحن بصوت عالي من أجل خدمة لشعبنا. وإذا لم نقل الحقيقة فنحن مسائلين أمام التاريخ، مسائلين، لأن هذا الكلام مسجل وسيبث وسيصل لأروقة الدفاتر مكاتب النظام. ونحن ما قاعد نكذب، نحن قاعد نتكلم حقائق عشناها، قرية قرية عشناها، في شارع شارع عشناها، في أي حتة وطأتها أقدامنا. فنريد التغيير من أجل إصلاح حال الشعب الإريتري. وشكرا جزيلا أستاذ حيدر، وعبرك أحيي مستمعي ومشاهدي قناة وكالة أنباء القرن الأفريقي، وعبرك أحيي أستاذنا المناضل الكبير عبد القادر حمدان. شكرا أستاذ حيدر. شكرا جزيلا أستاذ أبو بكر.